السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجالة تالتة ثانوي، اخباركم إيه؟ مبدئيا كده انا جاي اكلمك عن حتة في دماغ الشيطان دلوقتي مش لاقي ثقب كده يخش منه، فلقى ثقب موجود فيه. يلا نقسم يا عم، ده انت عندك فيه فصول متراكمة عليك وعندك دروس ما تعرفهاش، واكيد انت في الفيزياء مش هتأدي الاداء اللي هو البومب قوي. فانت لو جيت قسمت السنة وخدت الفيزياء ولا الكيمياء ولا العربي السنة الجاية ان شاء الله هتذاكر وتحل كتير وتخش وتقفل. فقسم، فتلاقي كتير من الناس بدأت تفكر في التقسيم، وتلاقيها ان هي وقفت اصلا مذاكرتها ووقفت دروس كتير علشان التقسيم. طب يا مستر اقسم ولا لا؟ فتيجي تسأل اي حد دلوقتي يقول له انا واقع في باب ولا اتنين، فيقول له قسم. يلا هي ما هي كوسه وخلاص. هو جربها؟ لا ما جربش، بس انت فاضل لك بابين وخلاص، فاضل شهر ونص، فقسم وخلاص. تحس ان هي السنه كده لعبه. فانا هقول لك بحكم تجربتي، لان انا كنت 2017 وقسمت فدخلت 2018، بس انا كنت مقسم من اول السنه. فمبدئيا كده والله نصيحه مني ليك، زي ما التقسيم ليه مميزات ليه عيوب، وزي ما في ناس نجحت من التأجيل في ناس فشلت في التقسيم. فانا كان ليا واحد اعرفه كان فاضل له تقريبا مادتين وراح اتدلع بيهم، وكان جايب مجموعه احسن مني بكتير، يعني كان ناقص تقريبا 1% ونص، واتدلع ومش عارف ايه وكده، وفي الاخر ما حصلش 80%، لان هو كان واخد رياضه وحاجه تاني. فالفكره في التقسيم هو ممكن يكون غصبة عينه حصل ده. ليه؟ لان كونك انك انت داخل كمان سنه جديده، انت مش مستحمل اصلا ان واحد اصغر منك يتكلم معاك ولا يفتح معاك موضوع ولا يقول لك بس سلفني دي ولا هات دي ولا علينا امتحان ايه، انت اصلا مخنوق منه. فانت الموضوع بيبقى مؤثر نفسيا وجسديا، فانت مش هتذاكر خلاص بقى، نفسيتي مقفوله خالص. فالموضوع هيأثر على نفسيتك، بل هو ممكن يوديك اصلا ان انت تتعالج عند دكاتره. يعني في ناس بتروح تتعالج عند دكاتره نفسيه، انا اتعالجت شخصيا عند دكتور جلديه، لان الموضوع النفسيه قلبت على جلديه، فالموضوع كان صعب جدا. فانا كنت بحاول كمان في ظل التعب والعياط اللي انا كنت فيه، كنت بحاول ان انا ما اسيبش مذاكرتي. يعني وانا بعيط كده كنت بذاكر، وكنت بحاول ان انا افرد، كنت مقسم فيزياء وعربي، فكنت بحاول افرد المادتين على السنه بتاعتي. فواحد يسمع فيزياء وعربي بس يا عم انا هاجل 3 مواد. كل الموضوع ده يا شباب والله هيأثر على نفسيتي. في ناس بعد ما بتكون جايبه مجموع كويس في اول سنه، السنه الثانيه تأثر عليها نفسيا، فكل ده يقع. وفي ناس اصلا ما بتخش السنه الثانيه فتروح مأجله للسنه الثالثه. فانا نصيحتي ليك، انت تقدر دلوقتي لو انت عملت جدول مع نفسك خلال شهر ونص، انت بتسيب وليكن 7-8 ايام للعربي يا سيدي، انت معاك وليكن شهر. لو انت في اليوم بس، في يوم واحد بس، يعني انت معاك شهر 30 يوم اهو، لو انت كل يوم في الشهر ده بدأت تقول انا هذاكر نص باب من الباب اللي واقع مني، والله لا تلمه. طب يا مستر اذاكر نص باب ده من فين؟ والله اليوتيوب ما خلاش. انت لو جيت قلت انا واقع يا سيدي في باب حديثه، الحديثه انت عارف لها صغيره، لو في باب حديثه لو النهارده خدت نص وبكره نصه، انا خلصت حديثه. عندي مدرسين كتير في الحديثه، مستر محمود مجدي، مستر مش عارف مين، انا كنت بصراحه باخد عند مستر محمود مجدي. انت عندك مستر محمود مجدي يا سيدي، اسمع الباب على يومين بجانب الحاجات اللي عليا. انا النهارده عليا مطلوب مني اذاكر 1 2 3، احط 4 من عندي وهو نص باب اللي انا واقع فيه. بكره ان شاء الله اخد النص التاني، بعده ان شاء الله ممكن احل عليه شويه وخلاص. كده 3 ايام من الشهر طار. بعد كده ابدا في حاجه جديده، عندي وليكن في باب رياضه واقع مني، الباب ده اخده برده على 3 ايام. عندي باب احياء واقع مني، قسما بالله انت لو حطيت الباب الاحياء ده في مخك هتخلصه، مش هقول لك في يوم، هتخلصه في اقل من يوم، في 3-4 ساعات بحله كمان. لو قفلت النت وقفلت مخك من قصه ان انا عاوز اقسم، عاوز اجل، اروح اسال فلان اسال علان علشان التاجيل، هتقفل النت دلوقتي وتخش على الباب ده بتاع الاحياء ولا الجيولوجيا وتخلص الموضوع كله. ببساطه ان انت اصلا اللي مقفل مخك. لو انت فتحت مخك وكنسلت فكره التاجيل من مخك، هتكسر الدنيا وهتخلص الباب ده وممكن تحل عليه. فالموضوع مش صعب معاك. باب رياضه، باب كيمياء، باب فيزياء، انت ممكن تخلصه، مش هقول لك في يوم، انا بقول لك في 3 ايام. لو انت كل 3 ايام نويت ان انت تخلص جزء كبير من الحته اللي انت واقع فيها دي، قسما بالله مش هتفكر في التاجيل اصلا. لو انت عندك وليكن يا عم عندك 3 بيبان واقع فيهم في الفيزياء، باب اول تاني تالت، الاول يا عم خلصه في يومين، التاني في يومين، التالت في 3 ايام، انت كده برضو ما عدتش ال10 ايام وقدرت تخلص جزء كبير من الفيزياء. خلي بالك ان انت عندك امتحانات اخر السنه، كل ماده وليكن بيبقى قبلها يومين 3، انت في الحاجه في ال3 ايام دول بتخلص جزء كبير. بتقول يا نهار اسود، ده انا خلصت الماده في يومين اللي انا كنت لما بحب بس اراجعها بياخد مني اسبوع. لما تحط نفسك تحت ضغط تلاقي نفسك بتنجز. فموت الفكره اللي في دماغك، ما تخليش حد
عندي يخش في دماغك، ما تخليش الشيطان يلعب في دماغك. فلو عاوز تقتل الفكره دي بجد اسمع الكلام وحاول قرب من ربنا وصلي واقرا قران، لان الشيطان دلوقتي هو فرصته ان هو يخش لك، واضعف حته بيخش لك دلوقتي فيها امتحانات الثانويه، يبدا يكلمك عليها. طب انت هتلحق؟ طب انت مش عارف هتلحق هتخش حلمك؟ طب انت يا ترى هتجيب مجموع؟ طب انت هتستوعب الناس اللي ذاكرت قوي؟ طب هتستوعب الناس اللي حلت؟ طب سيبك من كل ده، خليك مع ربنا وخليك واثق ان ربنا مش هيضيع تعبك. وبلاش فكره التاجيل لانها مضره نفسيا اكتر ما هي مفيده، وعشان تبقى مفيده لازم تحط نفسك تحت ضغط كل دقيقه في السنه الجايه. سيبك من الناس اللي بتقول لك انا هبدا من شهر واحد علشان ما كنسلش، علشان ما كسلش، علشان ما تعبش نفسيا، علشان ما خلصش بدء. انا بدات حرفيا مع الناس الجديده، وكنت اعرف عن العربي حاجات كتير، وكنت اعرف وليكن باب في الفيزياء، وبدات مع الناس زي اي حد، وبذاكر زي اي حد. هل ده كان سهل عليك؟ ما كانش سهل عليا خالص، كان تعبني اصلا نفسيا، ولكن عشان انا حابب اوصل لحاجه دوست على نفسي. طب هل ده يا مستر، هل ده بعد التجربه دي كلها كنت قادر تعملها في سنه؟ اولا ما حدش عارف الخير فين، وكنت مش عاوز اقول لك اللي انا كنت قادر اعملها في سنه، بس ما حدش عارف فين الخير. واكيد اللي انا فيه ده اكيد خير من ربنا، واكيد لو انا كنتش عملت الكلام ده ما كنتش هشرح فيزياء دلوقتي. بس في النهايه بقول ان انا عشان سمعت كلام زميلي عملت كده. فانا لو كنتش سمعت كلام زميلي وكنت ركزت في حالي كنت قدرت بفضل الله ان انا اخش عادي في سنه واحده. وعلى فكره كانت على سنتي هندسه بتقبل من 90.4، السنه الثانيه هندسه كانت بتقبل من 93% او 92 وكسور كتير، انا كنت جايب 95.9. فانت مش ضامن كمان السنه الجايه، فاهم قصدي؟ مش ضامن ايه اللي هيحصل. فانت دلوقتي ركز خلاص في الشهر ونص تقدر تعمل حاجات كتير. نصيحتي ليك ان انت دلوقتي بعد ما تسمع الفيديو ده، لو انت شايفني، او يا ريت تشير الفيديو ده لاي واحد بيفكر في الفكره دي، شيره لكل زمايلك، علشان بالله بلاش الفكره انت كويس بس انت دلوقتي الشيطان بيلهمك ان انت مش كويس. عندك فرصه، انت روح اسال اقوى المدرسين دلوقتي تقدر تلحق، يقول لك انا عامل لك يا عم جدول للمراجعه تقدر تفنش بيه اي حاجه. انا شخصيا ما كنتش بحب امشي ورا جدول حد، انا شخصيا كنت بمسك ورقه وقلم واشوف انا واقع في ايه وعاوز انجز الحتت دي، علشان لما اجي اراجع المراجعه النهائيه الحتت دي ما ترخمش عليا ولا تفصلني. فكنت بحاول ان انا اعمل لها مراجعه قبل ما اخش على المراجعه النهائيه. فانت عندك فرصه دلوقتي ان انت تراجع الاجزاء اللي واقعه منك في خلال وليكن شهر، مش هقول لك شهر ونص، علشان تلحق لما تيجي، عشان لما تيجي تخش في ان شاء الله المراجعه النهائيه يبقى الحاجات اللي كانت عطلانه معاك دي لما تيجي تراجعها تاني تبقى اسهل معاك. شد حيلك وركز في كل كلمه انا قلتها لك، وعاوزك تقفل الفيديو ده وتقول انا مش هسال السؤال ده تاني، انا بس هقفل فيس وواتس ومش عارف ايه، وابدا اذاكر، ابدا اعمل معسكر لنفسي، ابدا اشوف الحاجات اللي انا واقع فيها واكتبها في ورقه، وان شاء الله كل 3 ايام انا هنجز حاجه كبيره. اعمل التحدي ده مع نفسك، صدقني بعد ما تخلص الشهر ده هتحس ان انت فعلا عملت انجاز كبير. حط في اليوم حته صغيره من الحته اللي انت خايف منها بجانب الحاجات اللي انت بتذاكرها، يوم ورا يوم هتحس ان انت مش حبيبي، لا يوم ورا يوم هتحس ان انت انجزت حاجات كتير. شد حيلك يا بطل، خلاص هانت قطر الثانويه العامه، خلاص قرب يركن. شد حيلك وان شاء الله شهر ونص وتخش الامتحانات، وبعد ما تخلص امتحانات ان شاء الله هتلاقي نفسك ارتحت. سواء ايه بقى انت كان نفسك تجيب مجموع كذا كذا، لا ربنا هو ان شاء الله هيديك اللي فيه الخير، بس اهم حاجه ان انت تتعب وتسعى وتسيبها على الله. شد حيلك، ما تنساش تشير الفيديو ده لكل زمايلك، وسبسكرايب للقناه ولايك للفيديو ده، والسلام عليكم ورحمه الله.